تعرض للإصابة ويجلس في مقاعد البدلاء. هناك رفيق جبور أيضا مفاجأة كانت لنا بأن يجلس بمقاعد البدلاء. على العموم ننتظر صافرة البداية من الحكم السنغالي حكم الساحة أسامة فال الذي يقود رفقة طاقم تحكيم سنغالي هذا اللقاء الشكلي. وإذا يعطي أسامة فال صافرة البداية مع منتخب أفريقيا الوسطى الذي يشتت الكرة باتجاه مناطق دفاع المنتخب الجزائري. يعني ربما المنتخب الجزائري مطالب بالإعلان عن نفسه وفي دقائق المباراة الأولى أمام منتخب يحسن التمركز، أمام منتخب يحسن انتقال من المناطق الدفاع إلى مناطق الهجوم. وهذا ما دفع بخالد لوزيتش بأن يقول للمنتخب الجزائري عليكم أن تلعبوا الكل وعليكم أن تسرعوا في الانتقال إلى مناطق الخصم. سيمزيان. نعم، لأن الكرة الحديثة الآن تتطلب السرعة والقوة، وأنا نظن الفريق الجزائري اليوم عنده يعني الامكانيات اللازمه، لان المنافس حتى ولو ربما ظهر بوجه مشرف في المقابلات اللي فاتت، ولكن يعني ما نظنش انه راه في قوه كبيره لكي يعني اذا هجمه الان للمنتخب الجزائري، ولكن تسديده من هناك عن طريق كريم مطمور لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني تنتهي إلى ضربة ركنية هي الأولى لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى من اللقاء. إذا المنتخب الجزائري والخضر يعلنون عن نواياهم مبكرا، ركلة ركنية لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى، ربما فرصة سانحة لتسجيل الهدف الأول. من هناك مطبور وضربة رأسية غزال والهدف الأول للمنتخب الجزائري. هذا يبدأ يتمكن من تسجيل الهدف الأول لاعب غرناطة الإسباني. هي بداية مبكرة فعلا. اليوم ربما تكون المصالحة مع الجماهير الجزائرية. هؤلاء الأوفياء جاءوا ليقولوا لكم أنتم لابد أن تكونوا بأبهى حلة كما تعودنا عليكم. أنتم تحملون تاريخ الكرة الجزائرية بين أعناقكم، عليكم أن تكونوا في الموعد. وإن كانت بطاقة التأهل قد تبخرت الأحلام معها وذهبت هناك إلى مراكش، حيث يخوض المنتخب المغربي لقاءه أمام تنزانيا. المغرب أقرب، ولكن الجزائر أمام معجزة تنتظر خسارة المنتخب المغربي هناك في مراكش لا قدر الله، أو تفوز هي ب8 أهداف مقابل لا شيء. سيمزيان بداية موفقة جدا للخضر، وهدف أكثر من مبكر، يعني لم تمضي أكثر من 60 ثانية على بداية اللقاء. رأسية أكثر من جميلة ليبدأ يضعها في الشباك معلنا تقدم الخضر بهدف مقابل لا شيء.